اليوم جريدة ليكيب الفرنسية نقلت تصريح عن فيرون موسونغو أومبا اللي هو الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يقول بأنه بطولة كأس إفريقيا 2025 التي كانت مقررة الصيف المقبل في المغرب سوف تتأجل إلى مطلع عام 2026. إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كما شفنا في العنوان وغادي نشوفوا في هذا الفيديو وبدون إطالة وحرق المراحل، خروج الإعلام الجزائري حول ما قاله على المغرب وتأجيل الكان 2025. بعد هذا تم نفي الخبر من الكاف. المهم إخوان، خليكم مع الفيديو ولا نعود. اليوم جريدة ليكيب الفرنسية نقلت تصريح عن فيرون موسونغو أومبا اللي هو الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يقول بأنه بطولة كأس إفريقيا 2025 التي كانت مقررة الصيف المقبل في المغرب، صيف 2025 بالتحديد، سوف تتأجل إلى مطلع عام 2026 بسبب تزامن موعدها المرتقب مع إقامة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، والأولى بمشاركة 32 فريق في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا فيرون موسونغو أومبا هو ماشي شخص عادي في الكاف، هو الأمين العام لهذه الهيئة الإفريقية، وقالها في جريدة تاني ماشي جريدة عادية، هي جريدة ليكيب الفرنسية المعروفة. ولكن بعد انتشار هذا الأخبار وهذا التصريح، الاتحاد الإفريقي أصدر بيان ينفي فيه الأخبار المتداولة عن تأجيل الكان. يقول فيه أن التقارير عن كأس إفريقيا غير صحيحة، ولكنه لا يقول بأن الكان ستقام في موعدها. هو يقول اللجنة التنفيذية للكاف ستجتمع وتتخذ القرار بشأن مواعيد كأس إفريقيا 2025، وسيصدر الكاف بيان رسمي حول الموضوع. يعني لاحظوا بأن نفي الخبر لا يتضمن التأكيد على الموعد، وإنما هو يقول أن اللجنة التنفيذية مازال ما اجتمعتش واتخذت القرار. المهم، كلام كثير حول هذا التأجيل ولماذا، وهل يستحق ربما تزامن مونديال الأندية تأجيل كأس إفريقيا للأمم، وتحديدا أن المونديال تاع الأندية فيه كلام كثير أيضا من طرف اللاعبين الذين يشاركون في هذه البطولة. عن هذا الموضوع معايا الزميل يزيد وهيب الصحفي الرياضي عبر الهاتف. أستاذ يزيد وهيب، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادة. طيب سي يزيد وهيب، ربما أنا قلت بأن فيرون موسونغو أومبا تكلم عن تأجيل مرتقب للكان في ليكيب، وثم جاء النفي عبر الاتحاد الإفريقي، ولكنه النفي لا يتضمن التأكيد على الموعد، وإنما يقول اللجنة التنفيذية لم تتخذ القرار بعد. ما رأيك فيما حصل من تضارب في المعلومات أولا؟ هذا هذه مهزلة جديدة هذا تقوم بها الكاف، كيفاش السكرتير جينيرال تاع الكونفدراسيون يخرج بخبر يمدوا الوسائل الإعلام، خاصة وسيلة إعلامية كما ليكيب ماهيش تاع لعب، يمد لهم يقول لهم باللي الكاس تاع 25 تأجل، لأن راح الفيفا راح تنظم كأس العالم للنوادي. راح تنظم كاس العالم للنوادي في نفس الفتره. ومن بعد راك قلت انا ما شفتش هذا النفي تاع لاكاف اللي يقولوا لا ولازم المكتب التنفيذي. شوف قاده، هاد الاشخاص راهم يلعبوا، راهم داروا ريبارتيسيون تاع لي رول تاعهم. هذا موسونغو، هذا فيرون، باش نوضحوا برك، هذا سيتان ليمون تاع لا فيفا، كان يخدم في الفيفا، يرد الحقيبه للانفانتينو. هكذا حطوا تما سكرتير جينيرال، من بعد ما دار فطومه ولحوها داروا تما يراقب له كلش، كل كبيره وصغيره. صحيح. لاكاف تحت امر تاع انفانتينو. شوف، ما يدنا حتى كونفدراليه، ني اوروبيه، ني اسيويه، ني اوسيانيك، ني هذيك تاع الامريك اللاتين، ولكن غير لاكاف تاعو هو الاب الروحي تاع لاكاف، هذا انفانتينو.
اليوم هذاك بيرون يقول باللي لا كوب دافريك تاجل لان كاين كاس العالم للانديه اللي الفيفا نظمتها في هذاك الصائفه تاع 25 في الولايات المتحده. عندها 4 ايام. تروا سانديكا تاع لي فوتبول بروفيسيونيل دون الموند خاصه في اوروبا داروا بيان بلهجه قويه، هددوا انفانتينو قالوا شوف رايحين نرفعوا دعوه ضد الفيفا ورايحين نقاضيوكم، انتم حبيتوا تقهروا اللاعبين الصحيين بدنيين كما حبيت. قالوا كيفاش انت تنظم منافسه كما هذه باكثر من 30 نادي في الصائفه وتديهم في الولايات المتحده الى الولايات المتحده. صحيح صح. هاد اللاعبين هادو ما يقدروش يرتاحوا. قالوا راك حاب تقضي عليهم. قالوا احنا ما نقبلوش نبويكوتيو ونشرعوك ندوك المحكمه. هكذا هادو لا قعدوا الاوروبيين هاد السانديكا في هاد لابوزيسيون تاعهم. ما نعرفش كيفاش انفونتينو يقدر يورغانيزي لا كوب دي موند، ولكن احنا هذاك ما يهمناش. احنا تهمنا الكاف ما عندهاش مسؤولين قادة، ما عندهاش مسؤولين. في كل مرة تخرج قضية كيما هذه الكاف كيقولوا لها ما نحيو الدورة تاع 25 ما تجراش في الصائفة تاع 25. الكاف لازمها تبروتيستي. إخوان وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوناش باشتراك في القناة وتشغيل الجرس. سلام.